السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوسف ورجعنا لكم حلقة جديدة من جول مشترك. قبل أي حاجة صلى على النبي وحد الله. هنتكلم النهاردة عن لعيب يعني الناس كلها عارفاه، مشهور بالأرتو بتاعته، هو ملك الأرتو، هو أريان روبن. انزل يا ابني بالانتر. روبن بقى اتولد يوم 23 يناير 1984، يعني هو دلوقتي عنده 40 سنة. اتولد روبن في مدينة بيدوم في شمال هولندا، وبدأ روبن يلعب كورة وهو صغير، عنده مثلا حوالي 8 سنين أو 9 سنين. فمن ساعتها بقى حب الكورة وفضل يلعب في الشوارع زمان، وأصبح من أتباع طريقة كورفر. طبعا أنت عايز تعرف إيه طريقة كورفر دي؟ هقول لك دلوقتي إيه طريقة كورفر. طبعا انت عايز تعرف مين كورفر ده اصلا. ده كورفر كان لعيب زمان بيلعب في هولندا، وكان برضه ماسك شويه يعني يدرب كام نادي كده. كورفر بقى يا سيدي كان بيعمل ايه؟ كان بيتفرج زمان على اشرطه لعيبه مهاريه كتير، ومنها اهمهم كان بيليه. فكان هو مقتنع ان المهاره دي بتكتسب، يعني مش اللعيب مثلا اللي بيتولد بيها على طول، لا كان مقتنع ان هي ممكن تكتسب عادي. يعني زي مثال ان كريستيانو رونالدو مهارته مكتسبه، وعندك المثال الثاني لما ميسي اتولد بالموهبه بتاعته. طبعا احنا عارفين ان ميسي يعني احسن من رونالدو بكتير يعني، فممكن فان رونالدو يزعل مني يعني، بس دي كلمة حق تتقال يعني غصبا عن اي حد. فحب روبن المهارة دي، فبسببها يعني اكتسب الثقة والمهارة اللي هو يلعب برجلين الاثنين. فكان ما عندوش اي مشكلة اللي هو يلعب باي رجل من الاثنين. وروبن هو صغير في حدود مثلا 15 16 سنة وقع عقد مع نادي جرونينجن الهولندي، وبدأ مسيرته يلعب معاه ساعتها من هناك. النادي طور مهارة روبن بالطريقة المعروفة اللي احنا كلنا عارفينها، من على اليمين يكسر اللي جوه، بيشوط واحدة شيكابالا يحطها في الجون على طول. وموسم 1999 2000 كانت بدايه روبن مع نادي جرونينجن. تعال بقى يا سيدي اقول لك روبن الشاب الصغير ده عمل ايه ساعتها في اول موسم ليه. روبن في الموسم ده جاب 3 اهداف بس، ما كانش بينزل كاساسي، نزل بديل مكان ليوناردو دوس سانتوس. وفي موسم 2000 2001 هو روبن ما عملش حاجات كتيره يعني، يا دوب بس سجل هدفين والحمد لله على كده، ما عملش حاجه تاني. ساعتها خد افضل لاعب في الدوري مع زميله جوردي هوجستراد. موسم 2001 2002 كانت بدايه انتفاضه روبن، مع انه كان لسه صغير بس برضه بالنسبه له دي انتفاضه. في 28 ماتش جاب 6 اهداف ساعتها. بسبب الموسم اللي عمله ساعتها كان موسم حلو بالنسبه له، قدمت ايندهوفن عرضا بقيمه 3 مليون و900 الف يورو عشان تجيب اللاعب في الصفوف بتاع الفريق. تعال بقى اقول لك عمل ايه مع ايندهوفن. تمام، واروح اشرب دي عشان انا بصراحه رجلي وجعتني، وهرجع اقول لك. بص بقى يا سيدي، عمل ايه في اول موسم؟ هو اللي هو لعب 33 ماتش وسجل 12 هدف. خد ساعتها جايزه احسن لاعب في الموسم بجانب ماتيجا كيزما. وساعتها روبن وماتيجا كيزما كانوا عاملين دوت رهيب هما الاثنين مع بعض، كانت الكيمياء حلوه ما بينهم، ولغايه دلوقتي الجمهور بيحتفلوا باسمهم. فكانوا بيلقبونه ساعتها بباتمان وروبن. الموسم ده ساعد روبن الفريق انه ياخد الدوري، كان الدوري رقم 17 ليه، وكمان خد افضل لاعب في العالم. الموسم اللي بعده بقى مع ايندهوفن ما كانش افضل موسم روبن، لانه هو اتصاب اصابتين في الفخذ ساعتها. وسجل روبن ساعتها 5 اهداف في 23 ماتش، يعني ما عملش حاجات كتير. وقبل ما يتصاب روبن كان ساعتها مسافر لندن، وساعتها هناك قابل السير أليكس فيرجسون. ساعتها كان ماسك مانشستر يونايتد، وكان قال له لا احنا عايزينك في الفرقه وبتاع والدنيا، وهو قال له خلاص قدم عرض لايندهوفن، لو وافق خلاص انا هاجي العب معاك. وبالفعل مانشستر يونايتد قدمت عرض لايندهوفن، بس العرض كان قليل جدا، وقالت احنا مش هنبيعه باقل من 7 مليون. بس طبعا تشيلسي جت لسعت اليونايتد، وطبعا احنا عارفين تشيلسي بتلسع من زمان بالفلوس بتاعتها، بسم الله ما شاء الله معاها فلوس، ودلوقتي حاليا مش عامله اي حاجه يعني، بس ما علينا يعني. فقدمت عرض بقيمه 18 مليون يورو، وبالفعل تم الاتفاق مع تشيلسي وايندهوفن ان روبن يروح تشيلسي. عايز اقول لك على حاجه، روبن كان ممكن يكون حابب لو يروح اليونايتد، بس عشان الفلوس كانت كتيره ايندهوفن خلاص يلا خده مش عاوزين. تعال بقى اقول لك روبن عمل ايه في الموسم مع تشيلسي. اول ماتش يلعبه مع تشيلسي اتصاب بكسر في عظمه المشط، وقعد شويه حلوين ما يلعبش معاهم. الذكر يعني لو عايز تعرف ان المباراه دي اللي اتصاب فيها كانت مباراه وديه. وروبن ساعتها لما رجع من الاصابه اثبت انه لاعب مميز ساعتها، واحرز مع الفريق 7 اهداف، وكمان خد جائزه الشهر ساعتها في الدوري الانجليزي. وبرضه تم ترشيح روبن ساعتها لافضل لاعب شاب في رابطه اللاعبين المحترفين في انجلترا ساعتها. وللاسف هو ما كسبش ساعتها الجائزه دي، بس اللي كسبها واين روني. احنا عارفين واين روني يعني المهاجم الانجليزي. تعرض روبن برضه تاني للاصابه في مباراه في الدوري الانجليزي مع بلاك بيرن روفرز. في الموسم اللي بعده روبن رجع من الاصابات الحمد لله، ورجع للياقته تاني، وسجل ساعتها 6 اهداف في 28 مباراه. وفي موسم 2006 2007 بالتحديد يوم 20 يناير تعرض تاني روبن للاصابه، وكان ساعتها الماتش ده امام ليفربول. وبعد ما رجع روبن من الاصابه الحمد لله يعني بسم الله ما شاء الله، وكل شويه بيتصاب. المهم يعني لعب ماتش امام ميدلسبرا في الدوري الانجليزي، وتشيلسي ساعتها كسبت 3-0. وفي الموسم ده روبن اجرى عمليه جراحيه في الركبه،
بعد ما رجع من الخدمه الدوليه على طول، اللي هو متهيألي كان الجيش ساعتها يعني. وكان ساعتها اخر مره يلعب روبن مع تشيلسي كان امام مانشستر يونايتد. نسيت اقول لك صح، الماتش ده كان ساعتها في كاس الاتحاد الانجليزي. ساعتها ريال مدريد قدمت عرض بقيمه 35 مليون يورو ساعتها. طبعا احنا عارفين تشيلسي يعني في الفلوس ما تعرفش ابوها، فوافقت على طول ساعتها. بالفعل تشيلسي وافقت ان روبن يروح ريال مدريد بصفقه مدتها 5 سنوات. تعال بقى اقول لك بدايته ازاي كانت مع ريال مدريد. هقول لك كل حاجه. اول ماتش يلعبه روبن مع ريال مدريد ساعتها نزل كبديل لراؤول، وكان ساعتها الماتش ده في دوري ابطال اوروبا. ساعتها خلص الماتش لريال مدريد 2-1. روبن بقى احرز اول اهدافه مع ريال مدريد كان في بلد الوليد، وانتهت المباراه بنتيجه 7-0. وبمجمل مشاركاته مع ريال مدريد ساعتها في الموسم ده لعب 28 ماتش وسجل 5 اهداف. بالفعل كان بطل اسبانيا ساعتها، وكانت مباراه امام برشلونه، وانتهت المباراه بنتيجه 4-1 لريال مدريد، وهو ساعتها كان جاب هدف. ساعتها في موسم 2008 2009 لعب 35 ماتش وسجل 8 اهداف. وفي بدايه موسم 2009 2010 ساعتها كان من اللاعبين المهددين بالرحيل من ريال مدريد بسبب ان بيريز ساعتها كان رئيس نادي ريال مدريد تعاقد مع كريستيانو رونالدو وكاكا. ساعتها تلقى ريال مدريد عرض من بايرن ميونخ ساعتها بقيمه 25 مليون يورو. طبعا ريال مدريد كانت عايزه تتخلص منه اصلا، فعلى طول وافقت على طول. وروبن قال في تصريح انه اجبر على المغادره من النادي، وساعتها برضه قال انه ما كانش عايز يمشي من النادي، بس النادي هو اللي كان عايز يبيعه. طبعا احنا عارفين هو مشى ليه، طبعا عشان خاطر عيون كريستيانو رونالدو، كان الفتى المدلل بتاع بيريز. تعالى بقى اقول لك بدايته مع بايرن ميونخ كانت عامله ازاي. اول ما راح بايرن ميونخ لبس رقم 10، وكان ساعتها اخر واحد يلبس رقم 10 في الفريق كان روي ماكاي الهولندي. سجل روبن هدف الحسم في مباراه ضد فيورنتينا الايطالي كان في دوري ابطال اوروبا، وبكده ساعدهم انهم يتاهلوا الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. الحمد لله بايرن ميونخ كسب ربع النهائي وصعد نص النهائي عشان يقابل مانشستر يونايتد. وساعتها روبن جاب هدف ساعتها المشهور بتاعه اللي هو اكسر وشوط ار2، بس للاسف ساعتها اليونايتد كسبت وتاهلت للنهائي وبايرن ميونخ طلع. في 17 ابريل 2010 سجل اول هاتريك ليه امام هانوفر 96 في ملعب الاليانز ارينا، وساعتها كان في الدوري الالماني. وفي مباراه الحسم في الدوري الالماني سجل روبن هدفين ساعتها في هيرتا برلين، وساعتها خد اول بطوله ليه اللي هي الدوري الالماني. وساعتها احتل صداره هدافين بايرن ميونخ. نهائي كاس المانيا كانت امام فيردر بريمن، وروبن ساعتها جاب هدف من ركله جزاء وساعتها خدوا البطوله. وبعد نهايه الموسم روبن خد افضل لاعب في الدوري الالماني، وساعتها هو كان اول هولندي ياخد الجائزه دي. وبمجمل اهدافه في الموسم جاب 23 هدف في 37 مباراه. وبدايه موسم 2010 2011 روبن كان بيلعب مباراه مع المنتخب، وللاسف اتصاب اصابه رهيبه في الركبه، وبسبب الاصابه دي كان هيغيب لمده شهرين. وكان ساعتها رئيس نادي بايرن ميونخ هاينز رومانيجي كان ساعتها متعصب بسبب ان روبن اتصاب في المنتخب ورجع على طول عشان يتعالج مع الفرقه. فيعني بمعنى الاصح يعني هو اتعصب، يعني انتوا هو اتصاب معاكم هناك المفروض انتوا تعالجوه، لا ازاي؟ قالوا له يلا يا حبيبي اتكل من هنا روح اتعالج عند الفرقه بتاعتك. فادى تصريح اللي هو غضب من الحوار ده. واول ما رجع من الاصابه على طول روبن الحمد لله رجع، كان اول مباراه يلعبها مع الفرقه كان امام فولفسبورج، وساعتها روبن نزل كبديل وانتهت المباراه بنتيجه 1-1. وساعتها روبن في الموسم ده ترشح لجائزه افضل لاعب وسط هجومي، بس للاسف ما خدهاش، واللي خدها ويسلي شنايدر. وترشح برضه لجائزه البالون دور والبوشكاش، بس ما خدش اي حاجه منهم. وترشح برضه في تشكيله الفيفا لافضل 11 لاعب في العالم بسبب اداء المميز مع بايرن ميونخ. وروبن انهى الموسم ده ب 14 هدف في 17 مباراه. خش بقى على موسم 2011 2012 هو ما عملش حاجات كتيره ساعتها، مش عارف ليه للاسف يعني، مع انه كان كل موسم بيأدي يعني، بس هو جاب 19 هدف في 36 مباراه. وفي نص النهائي في نفس الموسم في دوري ابطال اوروبا بايرن ميونخ بيقابل مين؟ طبعا بيقابل ريال مدريد فريق السابق بتاع روبن. ساعتها مين اللي كان بيدربه؟ جوزيه مورينيو المدرب السابق بتاع روبن ساعتها لما كان في تشيلسي. وفي المباراه دي قدر روبن يسجل ضربه جزاء وانتهت المباراه بنتيجه 3-3 بالتعادل عشان يروح لضربات الجزاء. وساعتها بايرن ميونخ طلع ريال مدريد من البطوله. عشان توصل بايرن ميونخ الى النهائي عشان تلعب مين حضرتك؟ عشان تلعب تشيلسي الفريق السابق برضه بتاع روبن. وساعتها روبن ضيع ضربه جزاء والحال ما كانش افضل حاجه، والجمهور فضلت تشتم فيه بسبب ضياع ضربه الجزاء، عشان لولا ضربه الجزاء دي كان زمان البايرن هو اللي خد البطوله. والمباراه خلصت 1-1 وتشيلسي ساعتها كسبت ضربات جزاء. وفي نهايه الموسم ده تم تجديد عقد روبن مع بايرن ميونخ لغايه 2015 يعني لمده 3 سنين. وبدايه موسم 2012 2013 ما كانش افضل موسم لروبن ساعتها بسبب الاصابه، اتصاب ساعتها في اول الموسم. وبسبب الثاني ان يوب هاينكس ساعتها المدرب بتاع بايرن ميونخ ما كانش بيلعبه كتير، لانه كان بيلعب مولر ساعتها مكانه، وتوني كروس ساعتها كان بيلعبه صانع لعب. وفضل روبن يلعب كبديل يعني ينزل بديل مكان اي لعيب بيطلع
بعد كده بعد ما اتصاب توني كروس على طول بدأ ينزل كأساسي، وكان ساعتها المباراة اللي نزل فيها كان ساعتها أمام اليوفي في دوري أبطال أوروبا. وساعتها لما توني كروس اتصاب مولر نزل مكان كروس، ساعتها كسرنا لعب وروبن رجع لمكانه الأساسي. وأول مباراة يلعبها روبن كأساسي كان أمام بروسيا دورتموند، وساعتها كان في ربع نهائي كأس ألمانيا، وروبن ساعتها هو اللي جاب هدف الفوز وانتهت المباراة بنتيجة 1-0. يعني أنت بص روبن يعني ننزل خلص الدنيا أهو. خش بقى على نصف نهائي دوري ابطال اوروبا كان امام البايرن وبين برشلونه، وساعتها المباراتين ذهابا وايابا خلصت بنتيجه 7-0. ايوه 7-0. وروبن ساعتها جاب ضربه جزاء في المباراه الثانيه، والبايرن وصل للنهائي عشان يلعب امام بروسيا دورتموند غريمه التقليدي في نهائي دوري ابطال اوروبا. ساعتها المباراه كانت على ملعب ويمبلي، وانتهت المباراه بنتيجه 2-1 للبايرن. وساعتها برضه روبن جاب هدف وعمل اسيست لمانزوكيتش، والهدف اللي جابه كان في اخر الدقائق. وساعتها روبن خد رجل المباراة، ومن ساعتها برضو الجماهير بدأت تضحك تاني لروبن بسبب آخر مرة كان عاملها بتاع ضربة الجزاء اللي ضيعها، والجمهور بدأ يهتف باسمه تاني، وساعتها أطلق عليه مستر ويمبلي. وكمجمل الموسم اللي لعبه مع البايرن ساعتها جاب 13 هدف في 31 مباراة. بس يا سيدي كده يكون خلصنا حلقتنا النهارده. أنا عملت حلقة خفيفة ليك. أنا أيوه أي نعم ما قلتش كل حاجة روبن، وإن شاء الله هكملها الحلقة الجاية، فهتعرف كل حاجة الحلقة الجاية. بس يا سيدي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. سلام عليكم.